السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وعافية، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم راح نشتغل كعك وبسمسم كليجون متمر بنفس العجينة بطريقة جدا اقتصادية وجدا طعمها طيب، والريحة تملي البيت وأيضا تملي المنطقة، يعني هاي احنا معروفين عنها. اوكي، فحبايب لاحظوا هي شلون جنها بسكت. لاحظوا مو صلبة ويابسة، لا، وإنما من تاكليها تذوب بالفم. فكل اللي نحتاجه طحين. لاحظوا نخلي هسه شقد 4 5 أكواب من الطحين، يعني مو كيلو. أوكي، وهذا الأكواب القياسية. هذا نصف كوب من الشكر، لا تكثرون شكر. هنا نصف كوب من الحليب. الحليب مهم، هذا الحليب وزن أنا أشتريه. أوكي، هنا فانيليا كريستال ملعقة صغيرة. ولاحظوا السر اللي هو دهن جنة. هذا الدهن 700 غرام أنا أشتريه ب3.5 أو ب3000. أوكي، فما أخليه كليته. يعني هسه احنا شنو نخلي تقريبا كوب واحد من الدهن، بس كوب واحد من الدهن. فراح أعين الكوب من الدهن بأمر آخر، وهسه راح نشوف. هنا البيكنج باودر ظرف واحد، ما أحتاج أكثر. لاحظوا إنه أنا من ضفت الدهن ما ضفت كمية كبيرة. هنا عندي سكر أطحنه ويا الهيل. ليش؟ لأن هاي الطاحونة اللي عندي ما تطحن الهيل إلا خلي وياه سكر. والله كتبولي بالتعليقات عندكم هالشكل طاحنة. المهم، فهذه الطاحنة يا عيني ما تطحن لي أي حبيبات إلا يعني فد كمية يلا تطحن. على كل اعتبروها هاي هيل. تمام. هنا نكهة كراميل، مو نكهة شكليت، لا، نكهة كراميل. وأبدي هالشكل ألابس بي أو أداخل بالمواد. أنا ليش لابست هسه ما خليت الماي؟ هذه مهمة كلش الملاحظة. أنصحكم إنه تتابعون وياي خطوة بخطوة. شوفوا حبايب، إنه أنا أخلي المواد الجافة وبعدين أخليهن فقط الزيت أو الدهن وأبدي أداخل بيهن. هذه القضية مهمة. ليش؟ لأن أنا راح أطفي أوكي مادة الجلوتين الموجودة بالطحين، يعني ما راح تصير عندي الكليجة يابسة. فعل شنو يابسة؟ هنا طبعا زيت، حطيت زيت. ايش قد زيت؟ كوب إلا. لاحظوا كوب إلا. فقضية مهمة انه انا ابدي اداخل بالمواد مثل ما نوهنا ووضحنا. ابدي اداخل بالمواد شوية شوية حتى اطفي قلنا مادة الجلوتين ولا تصير عندي العجينة مطاطية. اذا صارت العجينة مطاطية يعني حالها حال عجينة الشرك يا عيني، تصير عندي الكليجة يابسة. لهذا دايما يسألوني ليش الكليجة تطلع عندنا يابسة ما تطلع عندنا مثل البسكيت؟ لان احنا نجيب كل المواد ونعجنها سوا، هذا غلط. فهسه بالنسبة للقوام مالت الطحين ومالت الزيت، اوكي، يصير هالشكل مفتت واقدر المه بايدي. شوية شوية ابدي اضيف ماي مثل ما انتم ملاحظين. ابدي اضيف الماي دفعة ورا دفعة، وكأنما جاء اضيف ربع كوب وربع كوب. اوكي، ما اضيفه كله دفعة واحدة، غلط. شوية شوية. لاحظوا، واعجن بطريقة انه انا جاي الم العجينة، مو جاي اضغط على العجينة، المها. اوكي، المها. شوفوا طبعا نسوي لي مقدار جدا مناسب. اوكي، يعني طلعت لي تقريبا 3 حافظات كبار. وطبعا تمام. من بعد ما ارتاحت تقريبا نصف ساعة. بالمناسبة انا اعجنها واضيف لها ماي شوية شوية، وتاخذ من عندي تقريبا كوب ماي. او الكوب الماي عندي بس مو عندكم، او يجوز عندكم، ما اعرف. انا الطحين اللي جاء استعمله هو طحين رحمة،
فأنتم حسب الطحين اللي عندكم تضيفون ماي شوية شوية. وبعدين بالمناسبة أنا نزلت للأرض، خليتها وعجنتها بإيدي، فصارت عندي بهالقوام. تمام. زين، من بعد ما خليتها ترتاح، هنا أنا التمر طلع من النوى وخلت له زيت ودخلته شوية الميكروويف، ومحاولة إنه أعجنه، وصاير عندي بهالقوام. أوكي. فهذه يعني التشكيلة سهلة والكل يقدر يسويها، بس لاحظوا إنه أنا من أشكل أبدي هالشكل، أضغط عليها وأحاول أسويها مثل ال شنو هاي يسمونه، يعني الشيء الطولي. أوكي. فعلى كل يا عيني، إن شاء الله هذه الكليجة تنال على إعجابكم. وهسه نجي إلى كعكب والسمسم. بالمناسبة هو الكعكب والسمسم ترى حالة حال الكليجة، يعني ماكو أي فرق. أوكي. فأنا شو أسوي؟ أحاول هالشكل أفرشها على شكل طولي وأقصصها، وبالتالي شوية أحاول إنه يعني أخلي لها ماي، مثل ما أنتم ملاحظين أنا على المفرش ترى خالة ماي، فلهذا جاي أخلي لها الماي الموجود على المفرش، أو هسه وضحت لكم الماي أكثر، خليت ماي على الشكل في سبيل إنه حتى الماء يصير مادة لاصقة للسمسم، ليس إلا يعني مو أكثر. تمام. فندخلها على درجة حرارة، أو قبل لا ندخلها، هنا بالنسبة للبيضة يا عيني شوفوا البيضة حاولوا إنه تخلطونها، يعني أخلط الصفار ويا البياض، ما أخلي الصفار الوحد والبياض الوحد. وشنو راح أضيف عليها؟ راح أضيف عليها نكهة كراميل. يا الله على الريحة اللي تطلع، تجنن بناتي تجنن. أنصحكم إنه البيضة أخليلها نكهة، سواء نكهة هيل، نكهة فانيلا، نكهة كذا، بحيث من تاكلونها أبدا ما بيها زفرة وتلمع الكليجة. فهذه التقنية، خلينا نقول هذه الفكرة كلش حلوة. أوكي. أنصحكم إنه تتبعونها. فكل الأمور اللي موجودة ترى بالفيديو أنصحكم إنه تتابعونها خطوة بخطوة، كلش راح تفيدكم. بالنسبة إلى درجة الحرارة يا عيني، درجة الحرارة 150. أوكي. للفرن عالي، 180 للفرن متوسط. فأخليها أول مرة على التحت وبعدين على الفوق. أوكي. وما أخلي لها بيكنج باودر أكثر حتى لا تنفش وتصير يعني شكلها مو حلو. وبالمناسبة هذه مثلا للمدرسة، للعصرونيات كليجة. أما إذا مثلا قضايا عيد إلى آخره، لا، التشكيلة تختلف، وطبيعي كل إنسان يحب يسويها بتشكيلة معينة. إحنا دائما نحب إنه بالبيت أكو معجنات، كلش طعمها طيب، أنصحكم تجربوها. وأيضا لزيادة الطعام والريحة شنو أخلي لب غراش احنا نسميه، أو جوز مبروش. أوكي يا عيني. فالجوز المبروش كلش ينطي طعم طيب وريحة طيبة، مثل ما أنتم ملاحظين هنا طلعت من الفرن، وإن شاء الله مثل ما تشوفون شكلها حلو، طعمها حلو، طيب يعني بكل الأحوال. وهذا الشكل النهائي. طبعا صارت كمية كلش كبيرة، هذا الصحن كبير يعني بلم، على مستوى بلم، فصارت عندي كمية ممتازة. أرجوكم يا بنات، الطريقة حلوة، والقناة محتاجة لايكاتكم، وأيضا شاركوا المقطع، وإن شاء الله كل اللي أنتم تسوونه في ميزان حسناتكم، لأن هذه مشاركة للفائدة. وبالمناسبة خلي أنطيكم هذه شوية الفكرة، البيضة اللي ألمع بيها الوجه بعدين شنو أسويها كب كيك. هي بيضة مو بيها نكهة، أخلي عليها شوية شكر، شوية حليب، شوية طحين، شوية بيكنج باودر، وتصير عندي هذا الكب كيك. ولا أروع. واللي هنا يا عيني في أمان الله.